حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وعلى خير. النهاردة بقى جاية معاكم هنخزن الملوخية. احنا بنحب الملوخية قوي بس للأسف بتاعة الشتاء ما بتعجبناش، وجربت بصراحة طرق كتير قوي للتخزين بتاعة الملوخية بس ما فيش ولا واحدة عجبتني. ففي طريقة انا شفتها وفي ناس بتستعملها وكده، فقلت اجربها مش هنخسر حاجة. مع اني جربتها مرة تظبط ومرة لا، فمش عارفة ده عيب ملوخية ولا ده عيب ايه بالظبط. دلوقتي انا معايا الملوخيه هنا جايباها من عند الفلاحه، جايبه كيلو وربع ب10 جنيه. بصوا اما نيجي بقى ايه نقطفها، بناخد العنقود ده. بصوا الورده كده بحته عين صغنن. ليه؟ علشان خاطر دي بتدينا اللي هي المطه او العرق بتاعه الملوخيه. فلما تيجي تعمليها يا ست الكل تشيلي العنقود ده يعني كده اهو. بصوا ده اللي بيعمل لك العرق وبيخلي الملوخيه بتاعتنا زي العسل. هنقطف الملوخيه بالشكل اللي انا وريته لكم ده وارجع لكم بعدين. هنا حبايبي انا بغلي ميه اهو علشان خاطر الملوخيه بتاعتنا بقى ابتدي اخزنها. هنزل بنص معلقه كربوناتو. الكربوناتو دي علشان تخلي الملوخيه بتاعتنا خضرة زي ما هي. ورشه لا معلقه سكر، دي معلقه سكر علشان تبقى ماده حافظه للملوخيه وكمان بتزيد خضرها. والكربوناتو كمان بتعمل عرق، ما بتخليش العرق بتاع الملوخيه بتخليه عرق الملوخيه شديد. من امبارح بقى كنت عامله تلج كتير علشان خاطر اطلع الملوخيه من الميه السخنه على الميه المتلجه عشان تفضل خضرة زي ما هي. الملوخيه بتاعتي غسلتها كويس جدا بدل المره 10 وسبتها تتصفى كده بالمصفى بتاعتها علشان خاطر مش عايزه الميه فيها تبقى كتير، علشان خاطر لما اجي انزلها على الميه السخنه ما تبردهاش. الميه ابتدت هتغلي معايا اهي. اي ما بتغلي اهي هنزل بقى بالملوخيه. طبعا مش هنغيبها في الميه. هبتدي بقى اقلبها علشان خاطر كلها تبقى زي بعضها والسوا يطولها كلها. انا مش هغيبها في الميه 10 ثواني بس. الميه بس تقوم تغلي كده واروح ايه طفي عليه. بصوا خضرها جميل ازاي. ده عشان الكربونات ومعلقه السكر. انا ما بحبش الملوخيه بتاعت الشركات خالص، يعني انا ما بقتنعش بيها. انا ما كانتش الملوخيه تبقى كده قدامي واقطفها واغسلها واخرطها واعملها بالمخرطه ما اقتنعش ان دي ملوخيه. بس هي بصراحه انا بحبها لاني احفادي وكده فبتبقى مطلوبه يعني على السفره وكده. فلو طلعت حلوه الفكره دي او الطريقه دي هجيب شويه تاني واعمل. بس قلت دول هجربهم معاكم كده ونعملهم سوا مع بعض. هبتدي بقى اطلعها على الميه الساقعه زي ما اتفقنا، بس نحاول نصفيها من ميتها كويس عشان خاطر ما تخليش الميه اللي هطلع فيها تبقى سخنه زي ما احنا كده شايفين. بصوا هطلع بقى دول اصفيهم كويس وايه واروح حطاهم على خطهم التانيين. هقلبها كويس جدا وهسيبها لما تبرد معايا كده. هي اصلا الميه لسه ساقعه. هبتدي بقى اطلعها في المصفى بتاعتها بالتلج بتاعها زي ما احنا شايفين كده. حبايبي بعد ما جمدتها في الميه وشطفتها وخليتها زي الفل، حطها بقى ايه في الخلاط بتاعنا علشان خاطر نفرمها. لما تيجي تفرميها ما تنعمهاش قوي، تكه وتقفلي علشان خاطر ما تتنعمش معاكي قوي. احنا عايزينها زي ما تكون متخرطه. جيت عملتها في الكبه ما حسيتهاش حلوه. حطيت كبشه من الميه اللي احنا سلقنا فيها، حطيتها بقى في الخلاط نفسه زي ما احنا شايفين كده. ضربه واقفل، ما تزوديش في الضربه علشان خاطر ما تنعمش معاكي. انا عايزاها زي ما تكون متخرطه زي ما احنا شايفين كده. بصوا جميله اهي ولا كأنك خرطها بالظبط.
زي ما احنا شايفين كده. هعبيها بقى في اكياس على قد ما احنا عايزين، وزي ما احنا شايفين كده انا فرداه وحطاها على صينيه علشان عايزاها تبقى مفروده، عشان اما اجي اطلعها ما تاخدش وقت معايا في الفككان. ولما تيجي تعمليها لازم تكون مفكوكه، ما تبقاش متجمده، وتزودي عليها الشوربه لما تكون فكت خالص عشان ما تسودش معاكي. دي نصيحه ليكم علشان خاطر ما تبقاش. تعالوا بقى نعمل حبه ملوخيه من اللي احنا عملناهم. بصوا العرق بتاعها عامل ازاي، بصوا. هنزودها بقى شوربه سيان، عندك لحمه عندك فراخ، الشوربه اللي عندكم متاحه حطيها. المعلومه دي بقى البنات ايه لسه اول مره تدخل المطبخ. انا هنا عندي مقدار ملوخيه انا مش عارفه مقدارها قد ايه، طب انزل على الشوربه بيها قد ايه. بصوا احنا هنحط تمام ونقلب، هنحط ونقلب لحد ما تشوفي السمك اللي انت عايزاه بتاع الملوخيه اللي انت محتاجاه، تمام. وتقفي بقى عندي، يعني ما تحطيش بقى شوربه تاني. بصوا ما شاء الله، بصوا كل ما تفكيها بقى وتشوفي بقى السمك بتاعها. احنا بنحبها تقيله، بصوا هي كده تقيله جميله يعني. حابه تخففيها عن كده براحتك، بس احنا بنحبها كده اهي. بصوا ما شاء الله العرق بتاعها عامل ازاي. لا الموضوع نفع اهو، بس مش عارفه بقى بعد ما تتحط في التلاجة وتيجي تعمليها تاني هنبقى نجربها مع بعض مره تاني. فمره كده نطلع من المجمده اللي احنا عاملينها ونعملها مع بعض. طبعا احنا الشوربه بتاعتنا متهيئه، بس طبعا اكيد هتكون عايزه شويه تظبيط. هتعوز هنزل بمكعب ماجي عشان بيبقى ايه مديها تست حلو كده، وقلب. هنا انا معايا توم ومعايا السمنه بتاعتي اهو. هنزل بالفلفل الاسود والكزبره. الملوخيه ما بتاخدش اكتر من كده، ونقلب. الملوخيه داخله على غليان اهي، وننزل بالطشه. لازم ننزل بالملوخيه هنا في الصينيه اللي عملنا فيها الطشه، وننزل بيها كلها هنا اهو كده اهو. خدت غلوه، ما نكترش، ما نفرطش في غليان ليها، علشان طبعا كده لما نيجي نسخنها ونيجي هتسخن طبعا كذا مره، فعشان ما تسقطش منك كفايه كده. اقفي بقى عليها وبكده الملوخيه بتاعتنا خلصت اهي، لسه خضره ولسه جميله وزي الفل. عسل نحل، والله العظيم عسل نحل. بصوا حبايب الملوخيه معايا اهي، بعد ما عملتها جميله وعرقها جميل طعمه زي العسل. والله احسن وقت تخزني فيه هو الوقت ده، قبل ما الملوخيه بتاعتنا اللي هي البلدي تمشي وتطلع لنا الصوبه. ودي المجمده عملتهم على كيسين زي ما احنا شايفين، بعد ما اتجمدت شويه خضره زي ما هي. نصيحه مني لما تيجي تعمليها لازم تطلعيها وتحطيها في الحله بتاعتها لما تفك خالص، وتزودي عليها الشوربه وتعمليها. لازم تفك خالص، ما تعملهاش وهي كده. دي طريقتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.